السلام عليكم. يعني ايه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله؟ يعني ايه يشري؟ الآية دي ليها قصة جميلة جدا، تعال احكيها لك. بس الأول صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وتعالى نسمع الآية الأول. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الآية دي نزلت في الصحابي الجليل صهيب الرومي رضي الله عنه، وكنا حكينا قصة سيدنا صهيب قبل كده في برنامج قدوة، هبقى اسيب لكم اللينك في التعليقات. بس تعالى دلوقتي احكي لك القصة باختصار. سيدنا صهيب رضي الله عنه كان من الروم، وفي حرب من الحروب اتأثر وبقى يتباع من حد لحد ما وصل مكة، واشتراه واحد من أثرياء مكة اسمه عبد الله ابن الجدعان، وبعد كده اعتقه. وبعد ما اعتقه بدأ سيدنا صهيب رضي الله عنه يشتغل، وتجارته بدأت تكبر وشغله بدأ يكتر وفلوسه بدأت تزيد لحد ما كون ثروة كبيرة وبقى تاجر كبير من تجار مكة، وكان من اوائل الناس اللي اعلنوا اسلامهم. وطبعا ده خلاه يتعرض لاذى كبير من المشركين في نفسه وفي ماله وفي تجارته، لحد ما رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر، وجه صهيب الرومي هاجر معاه، فالمشركين منعوه، او بمعنى اصح منعوه يهاجر بماله وبتجارته وبفلوسه، وقالوا له اتيتنا صعلوقا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت ثم تريد ان تخرج بمالك ونفسك، والله ما تحصل. فقال لهم طب لو سبت لكم مالي كله وتجارتي كلها تسيبوني هاجر؟ فوافقوا طبعا على العرض ده لانه كان غني جدا وعنده فلوس كتير وهم هيموتوا على الفلوس. وبالفعل دلهم على المكان اللي فيه ماله، وفعلا سابوه يهاجر. هاجر وساب كل حاجة، ساب فلوسه وتجارته وبيوته ومحلاته، ساب كل شيء حرفيا، خرج بنفسه بس. وهو في الطريق للمدينة نزلت الآية دي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم باللي حصل مع سيدنا صهيب، فاستقبله صلى الله عليه وسلم والصحابة عند وصوله للمدينة فرحين به مهنئين له قائلين ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. انت بقى مستعد تضحي بإيه مقابل دينك؟ عارف مطلوب منك تضحي بايه؟ انت مش مطلوب منك انك تضحي بمالك وبتجارتك وباهلك وبولادك وبنفسك، مش مطلوب منك ده كله، مع العلم ان ده لو الطلب لازم تعمله طبعا، بس كل اللي مطلوب منك دلوقتي انك تضحي بشهواتك، بس تضحي بملذاتك، تضحي بالحاجات الحرام اللي ربنا سبحانه وتعالى نهاك عنها، عشان تكون ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ويشري هنا يعني يبيع، ومن الناس من يشري نفسه يعني ومن الناس من يبيع نفسه. وبس كده يا سيدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فاعمل شير عشان تبلغ غيرك آية بمعناها بقصة نزولها، واشترك في القناة واعمل متابعة للصفحة لو انت على الفيسبوك عشان الحلقات الجاية توصل لك، وهتلاقيني سايب لك في التعليقات كتاب فيه كل معاني كلمات القرآن اللي ممكن ما تكونش عارفها واللي ممكن تكون غريبة عليك. تحياتي هشام مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله.